يا مساء الفل والأنوار وكل سنة وانتوا طيبين. والنهاردة هنحضر عشاء خفيف جدا وسريع ببواقي الأكل اللي عندنا. زي ما انتوا شايفين شكل السندوتشات تحفة وطعمها أروع ما يمكن، مش قادرة أوصف لكم الطعم. أنا جمعت عندي شوية صدور كنت باقيين من الأكل، وعندي المكنة ديت بس تساعدني كتير في إني أحضر السندوتشات دي بسهولة، وبتبقى أحلى من الجاهزة اللي من بره. فهنشوف دلوقتي مع بعض. ادي العلبة اللي فيها بواقي الصدور، وممكن تستعملي بواقي كفتة، ممكن تستعملي بواقي تشيكن ناجتس، اي بواقي عندك. حتى لو هتعمليها بخضار بس وشوية جبنة سايحة وبطاطس محمرة برضو هيمشي الحال. المهم نغير ونجدد عشان ما نملش ونكسر احتياجاتنا ان احنا نشتري اكل من بره. فبجيب زي ما انتوا شايفين الخضار، بقطعه اي خضار سلطة عندك، فلفل، خس، خيار، حتى لو في زبادي بحطها من تحت كده بفردها مع المايونيز والكاتشب. وديت برضو بتكون فرصة ان الاولاد ياكلوا خضار لو عندك اولادك ما بيحبوش الخضار قوي. فدي بتكون فرصة برضو ان هم ياكلوا الساندوتش فيه خضار، وبيكون بصراحة يعني الساندوتش مشبع جدا وجميل وريحة وطعم وكأنها حاجة معمولة طازة. فزي ما انتوا شايفين كده انا قطعت الخس والخضار، وهبدأ بقى افرد فيه العيش. بجيب العيش التورتيلا، او لو انتي بتعرفي تعملي كريب فبراحتك طبعا. بحط في الأول سلطة حمص بفردها من تحت، وعليها طبقة مايونيز. وبعدين ببتدي بقى زي ما انتوا شايفين اهو بفردها كويس في العيش، وابدأ بقى احط الخضار. لو في عندك برضو زيتون مخلل اهو بحط. شايفين كمية صغيرة قد ايه؟ بس شوفوا هتعمل معايا كام ساندوتش. زي ما شفتوا الطبق شكله مش ممكن. بحط الخضار معاها، بحط طبقة تانية من المايونيز ممكن او الكاتشب، بحط فلفل مخلل، بحط زيتون، بحط اي حاجة عندك في المطبخ، مقبلات عايزة تحطيها الاولاد ياكلوها وهيحبوها جدا. برضو انا حطيت هنا شوية جبنة شيدر، لو انت عايزة تحطي موتزاريلا براحتك. هنا بدأت اسخن المكنة. بنبدأ بقى واحنا بنبرم السندوتش نلم الجناب عشان مفيش حاجة تطلع من الجناب زي ما انتوا شايفين. وادي المكنة عندي انا بحط الفويل عشان احافظ عليها ما تتبقعش او تتوسخ، علشان هي يعني انا كنت جايباها بصراحة ما كنتش مصدقة ان هي هتشتغل. كنت جايباها رخيصة وماركة مش معروفة، فالحقيقة هي يعني نفعتني في حاجات كتير. وفيها كمان كذا شكل منها، انا هبقى اعمل لكم فيديو عنها. ليها 3 اشكال، بتعمل وافل وبتعمل العيش اللي هو التوست برضو. سندوتشات بحط فيها جبنة وبسيحها فيها، بتبقى تحفة جميلة جدا. فهنبقى نعمل فيديو عنها اوريكم يعني هي بتشتغل ازاي. وكانت بصراحة انا كنت جايباها من محل مش معروف، وما شاء الله معايا بقالها كام سنة، وبحضر منها سندوتشات زي كده لما بنكون عايزين نتعشى ومش عارفين ناكل ايه، ومش عايزين نجيب حاجة من بره والكلام ده كله. فزي ما انتوا شايفين اهوت بعمل الساندوتش التاني والتالت على ما اللي في الحلة او اللي في المكنة يجهز. بنفس الطريقة بفرد الحمص والمايونيز، وبحط الخضار ومعاه حتت من الصدور، او لو عندك كفتة او لحمة مفرومة معصجة، اي حاجة، حتت لانشون، اي حاجة. وزي ما انت شايفة اهو ببساطة جدا. وما تحاوليش تمليه جامد عشان تعرفي تلفيه. وانت بتلفيه قطعت اهو بصل مخلل كمان وزيتون. وادينا بنرش الجبنة من فوق، بتدي كده شكل حلو قوي. ولو كمان جبنة موتزاريلا بتكون روعة، بتدي مطة كده في الساندوتش وانتوا بتاكلوه. فبحاول بقى زي ما انتوا شايفين الم الجناب اهوت والف الساندوتش معاكي، وتبدأي تحطيه ما بين القطعتين الفويل زي ما احنا شايفين اهو، لانه سخن. شايفين شكله جميل ازاي؟ فادينا بنحط الاتنين اللي بعد منه اهوت مع بعض، وبنكمل بقى بعد كده. بنشوف في الاخر اهو شايفين المنظر، حاجة روعة وشهي جدا. وفيه البروتين وفيه السلطة وفيه الصوص، وبتقدري تعمليه بأي طريقة انت حباها وولادك يحبوها.
وألف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الفيديو ده. حاجة رائعة وبسيطة وسهلة وما خدتش وقت. وادي المكنة بتاعتي اللي بعمل بيها السندوتشات. يا رب تكونوا استمتعتوا. صباح الخير.